جلالة الملك اتصل أمس بطاقم المنتخب المغربي وشكرهم على المجهودات وشكرهم كذلك على الأداء الجميل جدا اللي داروا في هذا المونديال والمرتبة اللي وصلوا لها. وكنشوفوا في هذه اللقطة ماكرون دخل ليفيسير كيسلم على اللعابة المغاربة كيهنئهم بالأداء ديالهم كذا، ولكن واحد اللقطة عندها واحد سيميائيه، يعني واحد اللقطه دلاله سيميائيه ما غاديش يفهم لها الا اللي كيفهم شي شويه في تحليل وتفكيك الرموز. ماكرون ينتظر دوره ليتكلم مع جلاله الملك. تسنى، نعم تسنى، ها هو القجع كيتكلم مع جلاله الملك وماكرون واقف كيتسنى سيدو. يعني كنشوفوا ماكرون اليوم بغى باي طريقه او اخرى انه يرضي عليه الملك. شفنا انه كان قال بانني مستعد نجي للمغرب نزور المغرب ما زاروش. شفنا كذلك انه اليوم كيفاش كيقلب على اللعابه ديال المغاربه في باش يديروا عيط واحد الاشاره معينه. شفنا اليوم هو كيتسنى الرد او الاتصال من الملك. بغينا كذلك نتكلموا في هذه الحلقه على ازدواجيه الخطاب. جمال الدبوز شابان في واحد اللقطه غريبة جدا بوجهان، وجه توني النص ديالو مغربي والنص ديالو فرنسي. ففي الوقت اللي كيجي يعني الكوميدي المغربي قاد الملح ويحسم يقول بانني انا مغربي واشجع المغرب، قاد الملح الذي يعتبر من ابرز الكوميديين المغاربه الفرنسيين المقيمين في فرنسا، نفس المرتبه تقريبا مع جمال الدبوز. الدبوز اللي كيستافد كذلك من واحد المهرجان هنا كيتنظم في المغرب وكتعطاه الملايير، كتعطاه الفلوس صحيحه هنا في المغرب باش ينظم داك مراكش دوغيغ. يعني كيستافد من المغرب قد مالح ما كنعرفوا انايا، ما كيجيش يدير حفلات هنا في المغرب، ما كيعيطوش عليه بزاف هنا في المغرب، ما كيستافدش من الفلوس ديال المغاربه، ولكن مع ذلك حسم موقفه وقال انا مغربي وسادعم المغرب. في حين ان جمال الدبوز ربما كل ما كان داك مراكش دوغيغ كل بستوني ديال فرنسا كل كومبلي. الور هنا اليوم جلاله الملك قالها سابقا لا ازدواجيه في المواقف وحان الوقت ليحسم الانسان في اختياراته. اليوم جمال الدبوز يلعب بالنارين، وهذا نداء للمسؤولين المغاربه بمراجعه ما يعني هذاك المهرجان ديال مراكش دوغيغ اللي كيتنظم من خزينه، يعني واحد النسبه كبيره من خزينه البلاد. كاينين دي سبونسورين ما نهضروش عليهم، ولكن كذلك واحد النسبه من المال العام كتمشي لهذا المهرجان لفائده جمال الدبوز. خوتنا المغاربه ياك مازالكم حارين، ياك ما بردتوش، مازالكم سخونين، ما خلصتش المسابقه. صح ما حش تكونوا في المركز الاول، ما حش تكونوا في المركز الثاني، لكن راح تكلاسي ان شاء الله، راح تلعب على الثالث عالميا، كلاسي المرتبه الثالثه في العالم. ما بكش معناتها شكون اللي طاحوا، طاحت اسبانيا، طاحت الطليان، طاحت الالمان، طاحوا الدول الكبار، والمغرب ان شاء الله تكلاسي الثالث عالميا لمده 4 سنين الجايه. ثم تقدر تسخ بها مده 4 سنين وتقدروا تنارقيونا بها لمده 4 سنين الجايه. كيما تاع الفيديو واحد المصغر جزائري وين قال لهم وكان جات الكوب دي موند العام الجاي نقدروا نصبروا عام، لكن دوك 4 سنين وانتم تحرجوا بينا بزاف علينا، لكن نستقنعوا. وديجا هذا انجاز كبير، ديجا دومي فينال تاع كوب دي موند، ولو كان زدت كلاسي طروازيام ان شاء الله راح تكتب اسمك بحروف من ذهب في كتاب كرة القدم ولا في كتاب كأس العالم ان شاء الله. خاوتنا نهار السبت راح كيف راح نكملوا نسيبورتيوكم قلب ورب، وان شاء الله النتيجه ايجابيه، وان شاء الله يكون خبر شباب نهار السبت ان شاء الله. كيف كانت هذا الفيديو تاع اليوم، نزيدو نباركو لكم على الانجاز هذا، ودمتم في رعايه الله وحفظه. واذا ماذا بيك ابوني، دمتم لي.